نهاية البوليزاريو وانتصار المغرب، والصين تتخذ القرار بخصوص الصحراء المغربية على نفس خطى روسيا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الكرام، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتمناو تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. جمعة مباركة علينا وعليكم، كنتمناو تكونوا في أحسن الأحوال. فإخواني أخواتي، اليوم نحن أمام واحد اللحظات أهم الأيام، هي الأيام القادمة مع القرار ديال هذا الشهر بعد 50 سنة من المعاناة، 50 سنة من المناورات الجزائرية. اليوم كاينة تطورات متسارعة، فكنعتز بالدبلوماسية المغربية، نعتز بكل ما هو مغربي، لأن الحق بدا كيبان، وكل ما كانت كتنويه الجزائر لم يتحقق وفشلت. فاليوم الجزائر كتفعل بوليزاريو نحو الانتحار ونحو الهوية. الجزائر تنهار بهذا الشكل هو الموقف الروسي، واللي كانت كتنفخ بها صدرها. الجزائر كانت دائما كتعنى بروسيا وكتراهن على الفيتو الروسي، لكن في آخر لحظة روسيا كتخلى على الجزائر، لأن روسيا أخيرا عرفات باللي المصالح ديالها مع المغرب، وكذلك الجزائر بينت التخبط ديالها لروسيا. فمباشرة بعد توقيع المغرب وروسيا واحد الاتفاقية ديال الصيد البحري واللي تشمل الصحراء المغربية، الجزائر قالت لك تعصبات على روسيا وشنو غادي دير، بغات ترد قالت لك صاعين، وقعت اتفاقية اقتصادية مع أوكرانيا، اتفاقية تبادل الحر مع أوكرانيا في واحد الخطوة غبية من النظام العسكري الجزائري. هنا روسيا تقربات من المغرب لأنها عارفة بلي المصالح ديالها ماشي مع الجزائر بل مع المغرب. فروسيا أو وزير الخارجية الروسي لافروف خرج وقال بلي المغرب راه واحد الشريك مهم لروسيا بإفريقيا، وكذلك قال بلي راه ما كاينش شي حاجة من غير الحكم الذاتي، مقترح الحكم الذاتي هو الحل الواقعي لحل هذا النزاع. بالتالي ضمننا أن روسيا ما غاديش تستعمل حق الفيتو ضد القرار الأمريكي، يعني القرار لصالح المغرب، وبالتالي أمريكا مع القرار، فرنسا مع القرار، بريطانيا مع القرار، وروسيا مع القرار. شنو غادي يبقى لنا من الدول العظمى أو من أعضاء ديال مجلس الأمن؟ غتبقى لنا الصين. فاليوم إخواني أخواتي في واحد الخبر مفرح، الصين حتى هي تخطو نفس خطى روسيا، والصين اليوم أعلنت عن حسن نيتها بطريقة إيجابية، لأن أصلا الصين حنا كنعرفوا المواقف ديالها مواقف متوازنة ودائما في الحياد الإيجابي وغادية في الطريق الصحيح. فالصين اليوم تناقش ملف الصحراء المغربية قبل جلسة مجلس الأمن الحاسمة. تتجه الصين إلى تبني موقف أكثر حيادا ومرونة حيال قضية الصحراء المغربية، إذ تشير المعطيات إلى أن بكين لن تلجأ إلى استعمال حق النقد الفيتو ضد أي قرار يصدر عن مجلس الأمن بخصوص هذا الملف. هذا التوجه وإن لم يعلن رسميا بعد يعد تطورا دبلوماسيا لافتا من شأنه أن يفتح المجال أمام المغرب لتوسيع تحركاته داخل أروقة الأمم المتحدة. ويأتي هذا الموقف المحتمل عقب اختتام أشغال الجلسة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني التي انعقدت ما بين 20 و 23 أكتوبر 2025، وتناولت قضايا استراتيجية متعددة داخلية وخارجية. ورغم غياب تصريح مباشر حول ملف الصحراء خلال الاجتماعات، إلا أن مؤشرات عدة تدفع إلى الاعتقاد بأن الصين بصدد إعادة صياغة نهجها تجاه النزاعات الإقليمية بما يتوافق مع مصالحها في إفريقيا ومع شركائها الاستراتيجيين وعلى رأسهم المغرب. فيرى مراقبون أن عدم استخدام الصين لحق الفيتو في قضية الصحراء المغربية سيعتبر مكسبا دبلوماسيا مهما للرباط، إذ سيضعف مرتزقات البوليزاريو أو جبهة المعارضة لمغربية الصحراء داخل مجلس الأمن، ويمنح المغرب هامش حركة أوسع لتعزيز دعمه الدولي لمقترح الحكم الذاتي. وفي المقابل يتوقع أن تحافظ بكين على خطابها التقليدي الداعي إلى الحل السلمي وفق قرارات الأمن أو الأمم المتحدة دون انحياز معلن، بما ينجم عن سياستها الخارجية القائمة على عدم التدخل المباشر واحترام سيادة الدول. كذلك في خبر عاجل،
جبهة البوليساريو تؤكد أنها لن تشارك في أي عملية سياسية أو مفاوضات على أساس محتوى مشروع القرار الأمريكي المقدم لمجلس الأمن. فبما أن تم توزيع مشروع القرار الرسمي من الولايات المتحدة الأمريكية على مجلس الأمن، إذن سنقول وداعا لنزاع الصحراء المغربية ووداعا للمرتزقة. وقبل لحظات قال لك هذه المرتزقة أصدروا بيانا على قناة الجزائر الدولية. فكيف ما قلت لكم جبهة البوليساريو كتأكد أنها ما غاديش تشارك في العملية السياسية. إذن رسميا مشروع المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية لمجلس الأمن غادي ينهي ملف الصحراء المغربية وغادي ينهي المرتزقة البوليساريو. كذلك قال لك غادي ينسحبوا من العملية السياسية. وأفضل حاجة ممكن توقع، أفضل سيناريو، أفضل حاجة ممكن توقع في هذه اللحظات هي هذه القضية، أنهم ينسحبوا من العملية السياسية. وبالتالي مرتزقة البوليساريو غادي تصنفوا كجماعة إرهابية أو كتنظيم إرهابي، وأحسن حاجة غادي تكون هي نهاية الملف وتصنيف المرتزقة البوليساريو. فالخبر كيقول لنا مع بدء جلسة مشاورة مجلس الأمن المغلقة على مستوى الخبراء مساء اليوم حول بعثة الأمم المتحدة المينورسو، راسلت جبهة البوليساريو بشكل استعجالي السفير فاسيلي الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة والرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي لتعبر عن المشروع القرار الأمريكي حول الصحراء. وأكدت جبهة البوليساريو في هذه الرسالة أنها إذ تم تمرير مشروع القرار دون أخذ العناصر المذكورة أعلى في الاعتبار ومعالجتها بشكل فعال فإنها لن تشارك في أي عملية سياسية وأحسن حاجة غادي تديرها أو مفاوضات على أساس محتوى مشروع القرار. وأشارت الجبهة في رسالتها أنها أحاطت علما بمشروع القرار الذي عممته الولايات المتحدة الأمريكية في 22 أكتوبر 2025 على أعضاء مجلس الأمن بصفتها حاملة القلم بشأن بعثة الأمم المتحدة المينورسو، مشيرة إلى أن هذا المشروع يشكل انحرافا خطيرا وغير مسبوق، كما أنه يتضمن عناصر تضرب أسس عملية الأمم المتحدة للسلام في الصحراء وتشكل انتهاكا خطيرا للوضع الدولي للإقليم حسب وصفها. أشارت الجبهة أن أي مقاربة تضع إطارا مسبقا للمفاوضات وتحدد نتائجها مسبقا أو تقيد ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير أو تفرض حلا ضد إرادته فهي مقاربة غير مقبولة على الإطلاق بالنسبة لجبهة البوليساريو. مشيرة في ذلك الرسالة أو في ذات الرسالة أن جبهة البوليساريو ملتزمة بتحقيق السلام الذي قدمت من أجله تنازلات وتضحيات جسيمة منذ بداية عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية بين قوسين الصحراء المغربية. فأحسن حاجة كديرها الجزائر البوليساريو ما يشاركوش في العملية السياسية. يكون المغرب بهذه المناسبة غادي يحتفل ذكرى المسيرة الخضراء وبذكرى الانتصار، نهاية ملف الصحراء المغربية وتصنيف البوليساريو كجماعة إرهابية. إذن إخواني أخواتي نكتفي بهذا القدر. تحياتي لكم كبيرة، شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.